لو انت صغير كنت بتعيط ومحدش كان بيحضنك، الفيديو ده ليك. يمكن كنت بتعيط عشان خايف فتسمع مفيش حاجة تخوف. يمكن كنت زعلان فتسمع بطل عياط. يمكن كنت غضبان فتزعق فيزعقوا فيك اكتر. يمكن كنت محتاج تحكي اللي جواك ومحدش كان عنده وقت يسمعك، فبدأت تتعلم حاجة بدري جدا، إن مشاعرك ممكن تكون عبء على اللي حواليك. فكبرت وبقيت لما تزعل تكتم المشاعر، لما تتوجع تقول أنا كويس، ولما تحتاج حد تقول مش محتاج مساعدة، مش محتاج حد في حياتي. لكن الغريب ان موقف بسيط جدا النهاردة ممكن يخليك تتوجع بشكل اكبر من حجمه. حد يتجاهلك فتغضب فتحزن، حد يرفع صوته فتدخل في حالة دفاع وتبدأ تستخدم آليات الدفاع، حد يبعد عنك فتحس انك اترفضت من الدنيا كلها. ليه؟ لأن أحيانا الموقف الحالي ده بيلمس وجع قديم جواك، وجزء جواك لسه فاكر الطفل اللي محدش سمعه. وده اللي هنبدأ نفهمه في السلسلة دي من رحلة وعي. مش هنقولك انسى كل اللي حصل، ومش هنقولك كل حاجة كانت عشان مصلحتك، لأ، هنقرب من الطفل ده، هنسمعه، هنسيبه يعبر عن كل اللي جواه، وبعدين هنحتويه ونحتضنه ونقوله أنا شايفك، أنا سمعك، وأنا معاك. في كل حلقة من حلقاتنا اللي جاية هناخد جرح واحد بس، وهنحاول نفهم ازاي لسه عايش جوانا لحد النهاردة. وفي نهاية كل حلقة هديك تمرين صغير تقدر تعمله وقت ما الجرح ده يتفعل. ولو حاسس ان السلسلة دي ليك، تابع الحلقة الجاية، لان يمكن اول خطوة في شفاك انك تسمع اخيرا الطفل اللي جواك. رحلة وعي، عيش بالحب، تعيش في سلام.